مشاهدينا ومتابعينا الغالين، هذا الفيديو تم تصويره اليوم بخصوص اللي يستخدمون أجهزة أو آلة تقطير الصجم، اللي يعانون من مشكلة عدم تدوير الرصاص أو تكويره مثل ما نقول، أو غير أمور أو عرقلة بأمور العمل. أول الشغلة اللي نوهنا عليها في المقاطع السابقة هو أن يكون الماء ساخن، وثانيا هاي مثل ما واضح هاي المنطقة أو هاي قطعة الحديد اللي فوقها قطعة القماش، لازم تكون داخل الماء مثل ما واضح. هاي المنطقة تكون داخل الماء، يعني الماء مغطيها، يكون الماء مغطي هاي المنطقة مثل ما واضح. هاي المنطقة يكون الماء مغطيها. الغرض من هذا الشيء هو عدم التصاق أو يعني عدم التصاق الرصاص بهاي المنطقة، ويستمر جريان الرصاص دون أن يتوقف. هسه حاليا راح نبدأ العمل. وملاحظة أخرى للي يستخدمون هاي النوعية أو هاي الآلة، آلة إنتاج الرصاص الخردق الصجم، أن يشتغل بعين واحدة. يشتغل يعني بعين واحدة أفضل. إذا يواجه يعني من يواجه صعوبة بإنتاج الرصاص، يشتغل بقطعة واحدة أفضل له. إذا اشتغل بقطعتين احتمال درجة الحرارة ما جاي تغذيهن الصفحتين، فلذلك يشتغل بقطعة واحدة بعين واحدة. هالنوزل واحد راح يجي عنده إنتاج مضبوط جيد مثل ما واضح هسه. يعني كبداية عمل أول ما تشتغل لازم تضبط شغلك، بعدين راح يستمر عندك. هسه راح نقفل على هاي نمرة 3. مثل ما واضح نمرة 3. راح نفتح نمرة 1. للعلم نوعية الرصاص يعني نوعية فاشلة، ما هي جيدة. بس اللي حاليا جاي اشتغل بيه. نوعية الرصاص رديئة مثل ما واضح. الشوائب اللي كثرت يعني كثرة الشوائب هاي واضحة داخل الآلة. يجب أن يكون الرصاص نوعيته جيدة ومصفى، يتم تصفيته عن الشوائب.
مثل ما وضحنا تكون هاي القاعدة هاي تكون داخل الماء يعني يغطيها. إذا غطاها الماء راح يصير شغل جيد. حاليا استخدمنا نمرة 1، شدينا على نمرة 3، استخدمنا نمرة 1. مثل ما وضحنا العلم الرصاص رديء، مو الرصاص المطلوب. حاليا مثل ما واضح امامكم فتحنا الرصاص. مثل ما واضح أمامكم هذا الرصاص اللي استخدمته بالبداية تم استبداله بغير رصاص، لأن هذا الرصاص غير جيد وغير صالح للاستعمال، لذلك بدلته بغير رصاص نوعية زينة. شوف طريقة الأداء مالته، طريقة العمل مالته. لاحظوا الفرق بين هذا الرصاص اللي استبدلناه وهذا الرصاص القديم، ما واضح. حاليا راح اغلق على النمرة 3 اللي هو هذا، غلقنا عليه. راح افتح نمرة 1. مثل ما واضح هسه فتحنا على نمرة 1. شوية صار سريع، يجب تقليل السرعة. قللت السرعة، نسيطر على سرعة نزول الرصاص، لازم نسيطر عليها، بعدين اتحكم بيها. كل ما اقلل نزول الرصاص راح يعطيني نوع اكبر حجم. اذا يعني ما عندي شي، بس اذا اريد شوية مستعجل او اريد انتج كمية اكبر عادي اسرعه مثل ما واضح. استمرارية نزول الرصاص وعدم التصاقه قطعة القماش هاي هو تغطية هاي القطعة بالماء.
يعني بداية القطعة هاي تكون مثل ما قلنا، تكون نازلة بالماي، نغطيها الماي. هسه غلقنا على نمرة 1. ما واضح، هذا نمرة 1. أنا راح أستخدم نمرة 1. نمرة 3 راح أفتح نمرة 3. كل بداية عمل من أريد أعمل هذا الشيء، بالبداية أضبط الأمور مثل هاي الطريقة. أضبط الأمور بعدين راح يستمر بعمل جيد. هذا راح أعيده. نمرة 1 راح أعيده نمرة 3 مثل ما واضح. وبهاي الطريقة راح يتم إنتاج الرصاص جيد وبصورة صحيحة، ومثل ما واضح راح يتم إنتاج الرصاص بصورة صحيحة ورصاص جيد وبدون أي مشاكل وأي معرقلات. تغطية هاي القطعة مثل ما وضحنا بالسابق، تغطية هاي القطعة بالماء تقريبا، بداية تتغطى بالماء والماء الساخن والرصاص الجيد، لذلك راح تنتج بدون أي مشاكل وبدون أي أخطاء. تحياتي للجميع.